الخير. صباحا. هلا. وهذا حيدوري. صباح الخير مامي. صباح الخير. يلا حيدوري قول صباح الخير يا حلوين. يلا ماما قول صباح الخير. شلونكم؟ شلونكم؟ اي سوي امس اليوم؟ امس تريد؟ لا قلهم اليوم راح نسوي دولمة وراح نسوي تمن. هي حلو يا حلوين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اكيد واضحة شنو الخطة، واضحة شنو الاكلة اليوم. عندي هنا ورق عنب وباذنجان مجفف. الصراحة اول مرة راح اجربه، ما مجربته من قبل. هسه راح اشوف شلون يسوونه. يمكن لازم اسلقه بماي حار بعدين اطلعه واحشيه. فخليكم وياي حتى نشوف طريقة الدولمة العراقية اليوم. وهنا مجهزة الجدر انا حتى لا تلزق بيه الدولمة، مخليه بيه بوتيتا ومخليه بيه لحمة بعظمه شوي ينطي نكهة دهنية للدولمة. حلوة الدولمة تكون شوي دسمة. يلا حبايبي خليكم وياي وتابعوا الفيديو للنهاية حتى تشوفون الطريقة مال الدولمة. ولا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد اول باول. يلا خليكم وياي، خلينا نروح نسوي الدولمة. هنا انا خليت التمن، خليت عليه نص كيلو لحم. هنا انا خليت 1 فلفل احمر و2 طماطة وسط. هسه راح اديرها همينة عليهن بهذا الشكل. وهنا انا عندي البهارات اللي هي خاش كبيرة مال الدولمة، بهارات الدولمة. عندي هنا خاشوقة صغيرة مال فلفل احمر حار، ونفسها نفس الحجم مال بصل، بهارات البصل، وفلفل اسود وبهارات الثوم ما اخليه عليه. وهنا انا عندي ربع كوب زيت زيتون همينة اديره عليه. حطينا البهارات وانا همينة حطيت الشبنت وخليت لمندوزي وسماق وملحت وخاشوقة فلفل حار ومعجون الطماطة. طبعا انا احبها حمرة. هسه اخر شي شو اضيف لها؟ اضيف لها دبس الرمان. طبعا اكثر حتى شوي اكاسر على الحموضة، ما احبها لا كلش حالية ولا كلش حامضة، يعني وسط هيج كلش كافي. يعني بهذا الشكل تكون خالصة. هسه راح اخلطها ونروح نحشي الخضروات سوا. خليكم وياي وتتابعوا الفيديو للنهاية. اخلطها بهذا الشكل كل زين حتى تتنكه بكل النكهات. تشوفون هذا الشكل. طبعا كل واحد وطريقته. اكو محافظات بالعراق يخلون ويا الحشو مال الاغلبية الاكراد يخلون اللبن. اكو ناس تحبها حالية، بيت عمي يحبوها كلش حالية، فعمتي تسويها بالشكر مرات تخلي لها حلا. هي اذواق، كل واحد شلون يحبها، كل واحد والطريقة اللي تعجبه. واكو ناس كلش تسويها حامضة، واكو ناس بالعراق بالبصرة اغلبيتهم يخلون وياها كشمش اللي هو الزبيب. طبعا وبهذا الشكل صارت جاهزة. بس شوفوا المنظر يشهي، شوفوا كلش متبلة زين. هنا انا عندي الورق العنب غسلته كل زين، وحتى اتاكد همينة 100% انه صار عندي نظيف راح اخلي عليه ماي حار مغلي. شوفوا اتاكد 100% صار نظيف بهذا الشكل. هسه اخليه تقريبا 5 دقائق منقوع. وهنا أنا عندي الجدر خلص، الحشوة جاهزة، كل شي جاهز. ننتظر ورق العنب ونبدي نلف. هسه خلصت كل شي حبايبي. هاي الباذنجان بعد ما سلقته شوفوا شلون صار بهذا الشكل، صار طري، عجبتني الطريقة. والبصل حطيته بالمخنترون، خليت له بس ماي وخليت على الحرارة مالته يذبل. الحشوة جاهزة. الورق العنب غسلته كل زين وصفيته من الماي. هسه اول شي راح احشي البصل، اخليه بقاعية الجدر، بعدين الورق العنب،
بعدين اخلي على الوجه ورا الورق العنب اخلي الباذنجان. طبعا الواحد من يصوم ودايخ وجوعان تعرفوا بعد ما يعرف يحكي. وهذا الجدر هنا انا خليت له البهارات وخليت عليه زيت حتى شوي يتحمص، اخليه يحمص يلجع، بعدين ادير عليه الماء عد ما اريد اطبخ الدولمة. هسه رايحة احشي الخضروات حبايبي وارجع لكم. هذا الشكل حبايبي شفتوا كل سهلة. تاخذون بصلاية، تاخذون من الحشو، تحشون البصلاية بهذا الشكل ونلف البصلاية هيج على الداخل حتى لا يطلع من عند الحشو، وتصيروا ياهنا بهذا الشكل. تشوفون هذا الشكل تصير. شوفوا بهالطريقة كل سهل الحشي مالتها. شوفوا بهالطريقة ما احشيها كلها للنص لان التمن ينفش بعدين ويطلع لي برا، فخليها على النص بهذا الشكل واسوي هيك. هاي اخر وحدة. شوفوا وريهم البصل، وهذا البصل اللي يخبر. طبعا الدومة العراقية لفها مو نفس السورية واللبنانية، تكون الدومية سمينة مدعبلة مدعومة دعم. شوفوا هيك تكون الدومة. خليني اوريكم شلون قصدي. اشيل هاي يعني نكثر حشو بعد. شوفوا بهذا الشكل هيك ونلفه هيك مدعبلات. شوفوا هذا الشكل. يلا راح اسوي البقية وارجع لكم. طبعا شوفوا ما شاء الله خلصت لف الدومة، خلصت الجدر، بقى بس نطبخه. شوفوا لي المنظر بعد ما مطبخ والمنظر يبكي يجوع والله كل الجهد. شوفوا طيب ليش اخذتها من عندها؟ لا انت الديناصور. اخذ من عندها اللعبة مالتها وقطعها الديناصور. من هنا انا خليت بالطاسة معجون طماطة خاشوقتين، وخليت خاشوقة شاي صغيرة دبس فلفل حار، وخليت دبس رمان ولمندوزي شوية وملحت. وهسه ادير عليه الماي الحار، راح اخلي تقريبا نص لتر ماي، مو كلش هواي يعني لان الخضروات دبت ماي بالجدر، فراح اخلي بس هذا المقدار من الماي وحركه زين وخلي على الدولمه وخلي يفور فورتين، بعدين اهدره وخليه ينشف على راحته يطبخ. شوفون راح ابدي اسوي رقائق الجبن اللي هي بورك. راح استخدم جبن موزاريلا، خليت عليه انا حبة البركة السوداء وخليت نعناع يابس ورشة خفيفة مع الفلفل الاحمر حار شوي ينطي نكهة، حبيت اشاركها وياكم. فهسه راح اروح اجهزهن الفهن واحضرهن لان ما بقى شي تقريبا للافطار ساعة ونص، فاكون انا خلصتهن واقليهن وانتظروني عند التقديم. شوف الفطاير شلون صارت تخبر ما شاء الله. طبعا ما بقى على الافطار تقريبا شي نص ساعة. انا سويت الفطاير خلصتهن وسويت الزلاطة جهزت والدومة خلصت وطفيت عليها، بقى بس نصب وننتظر الافطار ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. شوفوا تجنن. حمصت الشعرية ويدهن، خليت عليها ماي وخليت وياها خاشوقة صغيرة مال هيل مطيبات، ومن ينشف الماي مالتها انصيها بهذا الشكل.
شوي ينشف الماي اخلي له شكر حسب الرغبة، انتو شو قد تحبون، حالية ماسخة كيفكم انتو شو تحبون على ذوقكم. خلوا شكر، نخلي الشكر بعدين احركه وارجع اغطيه. من ينشف زين اخلي له شوي زعفران عمود النكهة الطيبة، وبعدين خلاص ها هي اقدمه وازينه على ذوقي انا شنو احب. احط مكسرات، جوز الهند، على كيفكم، هذا الشي راجع لكم. وبهذا الشكل صارت عندي الحلاوة مال الشعرية جاهزة. طبعا انا زينتها بجوز الهند وجوز، وخليت لها فراولة شوي للمنظر، شوي تنطي منظر حلو. بس الشكل والريحة مال الزعفران والهيل تجنن. طبعا الافطار بقاله 5 دقايق، انا تقريبا خلصت كل شي، بس بقى اقلب الدولمة وراح اصور لكم. بس شوفوا ايش رايكم بالحلاوة مالتي، سهلة وسريعة وكلش طيبة، انصحكم تجربونها. وهسه راح نقلب الدولمة، بس شوفوا لي. والله بسم الله الرحمن الرحيم. يابا المنظر والريحة تجنن، عاشت ايدي والله. ها شو رايك شو رايك شو رايك؟ والله شكلها يشهي. يلا خلونا نروح الريحة نتفطر. تعطل الاكل. راح يدوري هم جاع. كل الجاع حيدوري. جاهز واوا تاكل عام؟ دولمة. فول المنظر اللي يبكي والريحة تجنن. طبعا تشهي كلش كلش الريحة وما احكي لكم. هسه خلينا نروح نفطر ونعطيكم رأيي الصدق بالطعم، وناخذ رأي زوجي طبعا مهم الرأي مالته. بس شوفوا المنظر عن قريب، ذايبة ذوب. شوفوا 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 شوفوا. شوف الدولمة وشوفوا حيدوري. يوي يوي ما طيب مامي ياكل بورك جبن. هاي الدولمة مالتنا اللي تخبل. مكانكم خالي والله. ها ايش رايك بالدولمة؟ كلش طيبة والله كلش طيبة. الصراحة يعني مو لانه انا مسويتها، لا دائما اكلش طيب، انت 10 على 10 طيب. شوفوا شوفوا المنظر، شوف خل اوريكم البصل. شوفوا ذايب ذوب. شوف والبورك، ايش رايك بالبورك؟ كلش طيب والله والله. الف عافية. نعم. شوفوا اللحم شلون ذايب. شوفوا طبعا الباذنجان المجفف طلع يخبل، ما توقعت هيش طعمه طيب وذايب ذوب. شوفوا والله كلش طيب. ثاني مرة خلاص اعتمده بعد بالدولمة، طعمه طيب وسهل ينحش، يعني لا تحفرين ولا تسوين، جاهز وتاكلون. وشوفوا الورق العنب شلون ذايب. شوفوا ذايبة ذوب. يلا خلونا نروح نتفطر حبايبي. لا تنطيهم الوصفة شنو؟ هو انا شاركت كل شيء وياهم، شنو لا تنطيهم الوصفة. ولهنا وصلنا حبايبي لنهاية الفيديو، اتمنى حبيتوا. لا تنسوا تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. احبكم هواي. يلا مع السلامة.